مساء الخيرات، يومكم جميل. النهاردة حابة أتكلم عن حاجة بتتكرر كتير وأمهات كتير بيطلبوا نصيحتي فيها، اللي هي الطفل اللي بيتعرض للتنمر في المدرسة أو في الحضانة. وخلينا نتكلم عن مرحلة رياض الأطفال، اللي هي الطفل بيبقى من 4 سنين و5 سنين وصغير، ما بيعرفش يتصرف أو ما بيعرفش يتعامل مع الأولاد اللي هم بيتنمروا عليه. هو للأسف إحنا ما عندناش أي وسيلة كأمهات، بعيدًا عن المدرسات أو المعلمات الموجودين في قاعات رياض الأطفال. ما عندناش وسيلة للتعامل مع الأطفال الآخرين، أو إن أنا أمنعهم إن هم يتنمروا على ابني أو بنتي. آآ فهيفضلوا للأسف يعملوا ده، وبيتنمروا. فعلًا موضوع التنمر زاد بشكل بشع، بشع يعني. يمكن السوشيال ميديا ليها دور كبير في ده. فإحنا مش هنقدر نمنع تنمر الأطفال الآخرين، لكن أنا أقدر كأم آآ يعني أعمل شوية خطوات كده، أخلّي ابني يبقى ما عندوش مشكلة، يعني يقدر يتعامل أو يقدر يتخطى موضوع التنمر ده، على قد ما نقدر طبعًا. أهمها إن أنا أسمعه، أعوّده إن هو يعبّر عن مشاعره ويحكي لي اللي حصل معاه، وما أسخرش منه، أسمعه بإنصات واهتمام كامل، ويعني أبيّن له إن أنا مقدّرة وعارفة إن هو له حق يزعل. ما انتقدهوش في زعله أو في تأثُّره أو في عياطه أو في عنفه، لأن ردود الأفعال بتبقى مختلفة من طفل للآخر تجاه عملية التنمر اللي هم بيتعرّضوا ليها. فأنا أحتويه وأقول له إن أنا مقدّرة مشاعره دي جدًا ومتفهّماها، وإن هو من حقه إن هو يزعل أو يتأثّر يعني. حاجة تانية أعملها، إن أنا أقوّي بقى ثقته بنَفْسه. يعني أشوف إيه الحاجات اللي هو متميّز فيها، إيه الحاجات اللي بيعرف يعملها وموهوب فيها وتقدر تميّزه عن الآخرين، يقدر يثبت فيها نَفْسه. وأثني على كل موهبة عنده، وكل عمل بسيط هو عمله مهما كان العمل ده بسيط، فأنا أثني عليه وأظهر فخري بيه قدّام الآخرين. وأعرض الحاجات البسيطة حتى لو رسمة، أعرضها لأهله، لقرايبنا، لأي تجمُّع هو موجود فيه. خلّي المُدرّسة أو المُعلِّمة اللي موجودة في القاعة تعرض اللي عمله ده قدّام الأطفال وتثني عليه. فالطفل من هنا بيبدأ يشعر بالثقة، حتى لو هو عنده حاجة الآخرين بيتنمروا عليها، زي مثلًا إن هو في حروف عنده ما بيعرفش ينطقها كويس، زي مثلًا إن هو لونه مثلًا، لون بشرته أسمر بيتنمروا عليه. شعره ما أعرفش شكله إزاي فبيتنمروا عليه. قصير أو تخين، أو الحاجات اللي هي الأطفال دي بتُجيد التنمر عليها للأسف. آمم من غير ما الأهل ينتبهوا ويوعّوا أبنائهم أو يفهّموهم إن ده غلط يعني. فأنا مطلوب منّي كأم إن أنا أعوّد ابني على الثقة، أدعمه دايمًا، أخلّي عنده ثقة في نَفْسه، وأظهر حاجاته الجميلة اللي بيقدر يعملها، سواء رسم، سواء غُنى، سواء تمثيل، سواء تقليد، أي حاجة بسيطة بيعرف يعملها ويتميّز بيها عن زمايله، أنا أبرزها وأهتم بيها وأخلّيه دايمًا فخور بالحاجة دي أو بموهبته دي. دي حاجة بسيطة من الطُرق اللي تقدر نقاوم بيها كأمهات وكآباء تعرُّض أبنائنا للتنمر من زمايلهم. آآ ركّزوا على ده جدًا، اسمعوهم وادعموهم نفسيًا جدًا، وزوّدوا عندهم على قد ما تقدروا الثقة بنفسهم و بإمكانياتهم. إن شاء الله بده ممكن نقدر نتغلب، أو الطفل يعدّي مرحلة التنمر دي بسلام. ربنا يحفظهم جميعًا ويعينكم ويعيننا كمُعلمين ومُعلمات وكآباء وكأمهات، إن إحنا ناخد بإيد أطفالنا ونحميهم من
كل الحاجات السيئة اللي موجودة حوالينا في المجتمع، ويومكم جميل.